بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة جدا وحاجة كده بقى هدية، يعني رخيصة جدا مقارنة بفوائدها العالية جدا جدا. أنا لازم أقول لكم طبعا فوائد العدس. النهاردة إن شاء الله هنعمل عدس بالشعرية زي ما احنا عارفينه، وهنعمل كمان شوربة العدس، يعني نعمل وصفتين مع بعض. ما أقدرش أعدي أبدا الفيديو ده إلا لما أقول لكم فوائد العدس اللي أنا عملت سيرش عنها و... وشفتها. انتوا لازم تعرفوها بجد، هتشوفوا حاجات، تسمعوا حاجات اول مره تسمعوها. عندنا دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين ده المكونات بتاعه العدس. لكل 100 جرام عدس في كل الحاجات دي. في بروتينات وفي الياف وفي معادن وفي فيتامينات، وكمان حمض الفوليك للحوامل بقى، وبيمنع تشوهات الاجنه والحاجات دي كلها. وكمان اللي احنا مش عارفينه ان العدس مهم جدا لصحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم المرتفع، الناس اللي ضغطها عالي باستمرار. وكمان بقى مهم جدا للناس اللي بتعمل رجيم. ليه؟ عشان فيه الياف، وكمان سعراته الحرارية قليلة. دي حاجات احنا بناكل العدس وما نعرفش ان دي اهميته حلوة جدا. عايزة اقول لكم ان مش كل حاجة رخيصة تبقى ملهاش فوائد، ومش كل حاجة غالية تبقى حلوة. في حاجات كتير قوي ربنا خلقها لنا متوفرة وسعرها قليل، بس احنا ما نعرفش فوائدها. عشان كده انا حبيت يا جماعه اوضح لكم النهارده في الفيديو اهميه العدس. بصوا في الجدول ده كده وشوفوا مكوناته، سبحان الله يعني في كل حاجه، وحتى حمض الفوليك كمان، وفي بروتينات وفي الياف، في كل حاجه ممكن تحتاجوها، وفوائده حلوه جدا. اعملوا سيرش كده وخشوا بصوا وشوفوا، يعني ما شاء الله، يعني ربنا خلق لنا كل حاجه جميله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتنا بطريقه حلوه جدا وبسيطه، واحنا ماشيين بقى كده اقول لكم نهتم بايه وايه التكات المفروض نعملها عشان يطلع معانا ان شاء الله وصفه حلوه جدا جدا ومظبوطه. يلا مع بعض بقى اقول لكم المكونات. بصوا زي ما انتم شايفين كده مكوناتنا بسيطه، ولا هنستعمل جزر بقى المره دي، ولا هنستعمل بطاطس زي ما في ناس كتير بتحط بطاطس وجزر. احنا مش محتاجينهم خالص. احنا وصفتنا السهل البسيط يعني باقل المكونات. هنا معايا نص كيلو عدس اصفر مغسول ومتصفي تمام كده، ومعايا كمان 4 مكعبات زبده و5 فصوص ثوم و2 ثمرة طماطم وبصلايه كده مقطعاها 4/4، ومعايا نص كوبايه شعريه. ما تكتريش الشعريه زياده عن كده عشان العدس ما يتقلش معاكي. بالنسبه بقى هنا للبهارات، ملح، فلفل، كمون، مكعب مرقه قسمه نصين، ده مكعب واحد يعني. تمام كده. شايفين المكونات قد ايه سهله وبسيطه؟ ولا هستعمل جزر ولا هستعمل بطاطس، بلاش منهم خالص. استعملت قبل كده جزر وما عجبنيش خالص. يلا تعالوا بقى ايه نشوف بقى نستخدم المكونات دي ازاي كده ونركبها على بعضها ونطلع احلى عدس النهارده ان شاء الله. هنجيب حله كده ونحط فيها كوبايتين ميه ونسيبهم لما يسخنوا شويه، مش لازم يغلوا يعني، هم يا دوبك يسخنوا كده، شايفين يطلعوا بس دخان كده. ونقوم بقى حاطين كوبايتين، نص كيلو العدس ده، نص كيلو عدس على كوبايتين ميه. حتى تلاقي الميه هي ما بتغليش ولا اي حاجه، هي ميه سخنه لسه. بقى نسيب المكونات كلها تغلي مع بعضها. لو انت عايزه طبعا تعملي نص الكميه دي ماشي، بس انا عامله النهارده نص كيلو عشان انا هعمل عدس وشرب العدس الاتنين مع بعض. نحط الطماطم زي ما هي كده صحيحه 4/4. نحط فصوص الثوم، كل حاجه صحيحه لانها بعد ما تستوي هنضربها في الخلاط. والبصلايه ما تكتريش البصل عشان ميبقاش متعب للمعده. هي بصلايه حلوه جدا، بصلايه متوسطه كفايه عليه قوي. هنسيبه بقى ايه كده يغلي كله مع بعضه. اهو يا جماعه بعد ما غلي اهو، شايفين حتى شرب ميته شويه اهو، وحاسين كده لونه بقى فاتح كده، استوى ان شاء الله. نعرف ازاي؟ هو المفروض بالنظر تعرفي استوى، بس الناس بقى اللي مش عارفه يعني ممكن تمسكي الحبايه كده ما بين ايديكي تهرسيها، هتلاقيها اتهرست معاكي بسهوله جدا كده. ايه تمام قوي. نسيبه بقى يبرد شويه كده يهدى عشان بس اما نضربه في الخلاط، يعني بتاع 5 دقايق كده ولا حاجه يهدى، وبعد كده نضربه في الخلاط. خلاص اهو انا ضربته في الخلاط، شايفين؟ بس ما صفيتوش، انا مش بصفي العدس يا جماعه، او مش محتاج بصراحه. شايفين هو قوامه ما شاء الله حلو جدا. يعني العدس انا يا دوبك بس ايه كده بضربه في الخلاط، بس تضربيه كويس يعني، اتوصي كده شويه بالضرب.
الكميه دي انا هقسمها لاتنين، شويه احط عليهم شعريه وشويه هعمل شوربه عدس. اللي انا بقى هعمله بشعريه اهو، هنجيب حله نحط فيها يعني 4 معالق زيت كبار، لان انا مش هستخدم سمنه خالص، هستخدم زيت وزبده. ونحمر بقى الشعريه دي، نص كوبايه شعريه زي ما انا قلت لكم، ونحاول نخليها توصل للون بقى الذهبي كده، وما نخليهاش تغمق منك. هو اللون ده حلو جدا، ما تسيبهاش تغمق عن كده، عشان لو غمقت هتغير لون العدس وتغير طعمه كمان. شايفين اللون ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه. تحاولي بقى توطي النار عشان ما تفرش وانت جايه تحطي العدس كده، عشان ما يضركيش يعني، واحده واحده كده. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. هننزل بقى بالعدس كده اللي احنا ضربناه في الخلاط. لون العدس ده على فكره لما يستوي وياخد غلوه كده هتلاقيه لونه بقى جميل قوي، يعني دلوقتي هو كده فاتح، هيتظبط لونه بعد ما ياخد غلوه. ننزل بالكميه كلها، ولو انت عايزه اللون يخليه يعني اصفر اكتر من كده ممكن تحطي نص معلقه كركم، بس انا بصراحه شايفاها ملهاش اي لازمه، هتشوفي لونه في الاخر يبقى حلو ازاي. نديله تقليبه بسيطه كده، ومش هنحط فيه اي حاجه بقى لحد ما ياخد غلوه كده مع نفسه. مش هضيف اي توابل ولا اي حاجه خالص دلوقتي. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي المرحله دي مش هحط اي حاجه، هسيبه يغلي بس كده ياخد غلوه. اهو بعد ما لقيته كده غلى شويه كده، خدوا بالكم ما تزودوش كميه الشعريه، انا باكد تاني. طبعا كده احنا لسه ما ضفناش اي ميه تاني، لسه هنظبط القوام تاني دلوقتي، بس الخطوه الجايه. نبتدي نفكك اي شعريه كده اتكتلت معانا ولا حاجه. دلوقتي بقى هنزل بكوبايتين ميه سخنين. شايفين انا عايزاه خفيف كده، محدش يقول لي خفيف، لا، بعد كده لما يبرد وياخد غلوه تاني لسه الشعريه هتستوي فيه، هتلاقي قوامه بقى مظبوط. محدش يتخدع ويقول لك هيبقى خفيف، لا. ابتدي بقى التوابل دي، هحط نص التوابل دي، لان النص التاني من التوابل هحطه في شوربه العدس. يعني احط نص الملح ونص الكمون، نص الفلفل، نص مكعب المرقه، مش هحط اكتر من كده. وتحاولوا تظبطوا بقى كميه الملح زي ما انتوا عايزين. هي يا دوبك معلقه فلفل صغيره، معلقه كمون صغيره، نص مكعب المرقه. ودلوقتي بقى هنزل بمكعبين زبده اهو كمان، عشان انا ما بستخدمش سمنه خالص، انا هعمله بالزبده وبالزيت زي ما انا متعوده معاكم في كل الوصفات، زبده وزيت. طبعا الزبده دي بتخلي طعم العدس بقى تحفه، حاجه تانية. لو عندك برضو زبده فلاحي ماشي، دي زبده نيوزيلندي. هنيجي بقى هنا نسيب بقى العدس ابو شعريه ياخد غلوه مع نفسه، وهوريكم برضو. دلوقتي هنعمل شوربه العدس. هناخد نص كميه العدس اللي احنا قسمناها بقى، اللي احنا لسه ما عملناش فيها حاجه، يدوبك كده ضربناها في الخلاط. هننزل بيها كده في حله لوحدها، يبقى الشوربه في حله لوحدها، شوربه العدس، والعدس ابو شعريه في حله لوحده عشان ما نتلخبطش. بس الشوربه بتبقى خفيفه خالص عن العدس، بتبقى مختلفه يعني. بس هنحط نفس التوابل اللي حطيناها في العدس هنحطها برضو في شوربه العدس، وبرضو نفس مكعبين الزبده، نفس الخطوات. الفرق ما بينهم بس ان دي ما فيهاش شعريه. تحاولوا يا جماعه يعني تقللوا بقدر الامكان من كميه مرقه الدجاج اللي بتستعملوها. كفايه قوي نص مكعب، حتى في الطبيخ كمان انا باكد عليكم كل فيديو بالموضوع ده، لانها برضو يعني ضاره بالصحه. هنزود اهو كوبايتين ميه سخنه، نديها تقليبه كده ونرفعها على النار هي كمان تاخد غلوه، ونشوف العدس بتاعنا بقى قوامه وصل لفين معانا، عشان ما يتقلش مننا قوي. كده نرفعها على النار تاخد غلوه برضو، وبعدين ننزلها تاني، يبقى كده خلصت. ادي العدس بقى خلاص اهو كده تمام، الشعريه استوت وشايفين قوامه، ما تسيبوهوش يتقل اكتر من كده، كده تمام جدا. بصوا الشعريه اهي كده استوت الشعريه. احنا عايزين نوصل للمرحله دي، الشعريه تستوي، وهو بقى بعد كده الشعريه هتكمل سواها في العدس فهيتقل اكتر. هو حد يسيبه يتقل اكتر من كده، لا اما مش هتلاقوه عدس، هتلاقوه مهلبيه.
وادي الشوربه كمان اهي غليت معانا، يا دوبك هتاخد غلوه بس كده وهنطفي عليها. وتعالوا بقى يلا نقدم. سيبنا الشوربه تهدى شويه اهي. شايفين ده بيبقى قوام الشوربه، مش خفيفه قوي مش ميه يعني، لا بتبقى كده ايه، فيها حته سمك بسيطه خالص. بتبقى جميله جدا، جميله جميله. شوربه العدس في الشتاء يا جماعه بتبقى حلوه قوي. العدس الراعي الرسمي للشتاء، كلنا عارفين اي حاجه في الشتاء مزنوقين في اي يوم ولا حاجه نعمل عدس على طول. وبعد طبعا ما قلت لكم القيمه الغذائيه الحلوه جدا للعدس دلوقتي، اللي انا اصلا ما كنتش اعرفها واتبسطت جدا لما عرفتها، هتتبسطوا وانتوا بتعملوه كمان. زي ما قلت لكم مش كل حاجه سعرها قليل تبقى وحشه، لا بالعكس خالص. كفايه انه كمان حلو للرجيم، ده حاجه مبشره كمان عشان في الياف، وكمان سعراته الحراريه قليله، بس على شرط ما نحطش زبده ولا زيت فيه عشان ما نضحكش على بعض. اللي يعمل الوصفه دي كانها للرجيم ما يحطش اي مواد دهنيه فيها. ادي الشوربه اهي. الشوربه ما تخافوش قوامها ما بيتغيرش لان ما فيهاش شعريه، هي هتفضل كده. مج شوربه عدس بقى كده من الاخر يدفيكي كده في عز الشتاء اللي احنا فيه ده والبرد اللي احنا فيه. انا اتعمدت اعمل لكم الوصفه دي في عز الشتاء كده عشان هو ده وقتها بصراحه. طبعا بقى هنظبط بقى الشوربه دي كمان كده بتكتنا الحلوه كده. نحط مكعب زبده كمان، ونحط كمان شويه شطه للي عايز حسب الرغبه، مش عايزه خلاص، بس الشطه بتظبطها برضو جدا. وكمان رشه كمون، حاجات بسيطه خالص كده على طرف المعلقه. احنا كده كده اصلا حاطين في الشوربه، بس ده كايه كتزيين برضو ويعلي طعم معانا. تمام كده. ده بقى العدس خلاص اهو، سبته هدي شويه. هتلاحظ ان قوامه تقيل تاني، وكل ما يقعد اكتر كل ما هيتقل اكتر، بس على شرط ما نسيبهوش يتقل اكتر من كده معانا على النار، عشان لما يبرد ناخد القوام اللي احنا عايزينه. ناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي. شايفين اهو القوام واضح معانا اهو. شايفين بقى اللون كمان بقى جميل ازاي من غير ما نحط فيه اي حاجه، يا دوبك الطماطم هي اللي عملت ليه اللون الحلو ده. انت بقى عايزه تزودي من عندك بقى كده ممكن تحطي نص معلقه كركم، برضو بيعزز اللون اكتر، بس انا شايفه ان هو كده بصراحه مش محتاج اي حاجه. خلاص اهو غرفنا كمان العدس. رشه كمون بقى كده حلوه بسيطه برضو، ورشه شطه حلوه كده. وبرضو ما ننساش اهم حاجه على الوش بقى اللي بتظبط الدنيا، هي مكعبات الزبده دي بصراحه يعني تدي طعم تاني خالص. جربي العدس بالطريقه دي هيعجبك جدا جدا، على سهوله مكوناته، بس بصراحه جميل. انا ما بعملش العدس الا كده، ولا بحط جزر ولا بحط بطاطس. جربوه مش هتخسروا اي حاجه. كده بقى جاهز معانا للتقديم، خلاص خلصناه. وخلصنا كمان الشوربه بتاعت العدس. لو عايزين تعملوا فته بقى ممكن ايه تقطعوا كده عيش وتحمروه وتحطوا عليه بقى العدس بالشعريه ده كده، يبقى هي دي فته العدس. بس انا شايفه ان كده اخف، يعني انتي تاكليه بالمعلقه كده واللقمه اسهل يعني كتير. كده خلاص خلصنا. وطبعا ما ينفعش العدس الا جنبه طبق الخضار الحلو اللي احنا شايفينه ده. شايفين معانا طماطم وفلفل، ومعانا بصل كمان، اهم حاجه البصل طبعا انتوا عارفين، ومعانا كابوتشا اهي. بصراحه كده انا شايفه وجبه غذائيه متكامله فيها بروتينات وفيتامينات وكل حاجه ما شاء الله. اهم حاجه بقى البصل ده، شايفين البصليه دي اهم حاجه في الموضوع كله، هي اللي هتظبط الدنيا يعني. لازم البصل والعدس مع بعض اصحاب، احنا عارفين طبعا الموضوع ده. خلاص كده خلصنا وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا مني ولو معلومه بسيطه جدا. ببقى مبسوطه جدا بتعليقاتكم، وببقى مبسوطه جدا بالناس اللي بتكلمني وبتطبق وصفاتي. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده واستفدتوا منها. وما تنسوش بقى لايك للفيديو لو سمحتوا يا جماعه لو عجبكم. ولو انت اول مره تشوفيني تشتركي في القناه. واتمنى ان الناس كلها تكون مبسوطه بالقناه وبتعجبها وبتستفيد منها ولو معلومه صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.